اهلا 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 اهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو هنعمل فيه ضوافر البولي جel دي. بصراحه حلوه جدا وعمليه ومختلفه تماما عن الجل والاكريليك، وهقول لكم ده خلال الفيديو. فلو عايزين بقى تعرفوا الضوافر الحلوه دي اتعملت ازاي، يلا بينا نبتدي. وهنا حبيت بس اوريها لكم بعد فتره علشان تشوفوا هي بتقعد قد ايه. انا كنت هنا في المطبخ بعديها تقريبا بيومين، وده كان شكلها زي ما هو. فيلا بقى من غير كلام كتير نعرف الضوافر دي بتتعمل ازاي. سهله جدا ويقدر اي حد يعملها في البيت بسهوله، ومختلفه عن الجل والاكريليك زي ما قلت لكم. يلا بينا. اول خطوه هنعملها هي خطوه الباديكير، فان احنا بنقص الضوافر وبنشيل الجلد الزياده في الضوافر علشان تكون الشكل نظيف وشكله حلو في الاخر. فخطوه الباديكير دي خطوه اساسيه قبل اي حاجه ممكن نعملها في الضوافر، سواء هنركب ضوافر عاديه او هنعمل جل او اكريليك او حتى البولي جل اللي احنا هنعمله النهارده. واهم حاجه ان احنا نشيل الطبقه اللي بتلمع فوق الضوافر كده، بس ما تبردوهاش قوي علشان ما تسببش يعني حساسيه لايديكوا او ضوافركم تكون خفيفه او حاجه. فتبردوا بس برد خفيف كده للطبقه اللي على وش الضوافر خالص اللي بتكون بتلمع دي. فاعملوا الباديكير بالطريقه اللي تريحكم، وبعد كده هنبدا في خطوات البولي جل. طبعا هو يعني ما بيقعدش فتره طويله زي الجل والاكريليك، وما بيأذيش الضوافر خالص، وطريقته سهله جدا يقدر اي حد يعملها في البيت بمجرد ما يكون عندكم المكونات او الادوات اللي احنا هنقولها دلوقتي. دي الكات بتاعه البولي جل بتكون بتيجي كده مع بعضها، وبتتباع على SHEIN وعلى امازون وفي كل مكان، وسعرها رخيص جدا. تقدروا ان انتوا تدوروا عليها بسهوله. وبيكون في كمان اللمبه دي اللي احنا بننشف فيها البولي جل، وبيكون معاها الفورمه دي او الضوافر دي. هي بتتحط وبتتشال تاني، بتقدروا تستخدموها اكتر من مره زي ما انتوا هتشوفوا النهارده في الفيديو. طريقتها سهله جدا ويقدر اي حد يعملها بسهوله في البيت. بنجيب اول خطوه هي خطوه الديهايدريتور، او اللي هو معرفش يعني ايه بالعربي، بس هو ديهايدريتور. بيتحط كده على الضوافر طبقه خفيفه زي ما انتوا هتشوفوا، زي المانيكير عادي ما فيهوش اي حاجه. ضوافر البولي جل هي سهله ويقدر اي حد يعملها في البيت زي ما قلت لكم، ورخيصه كمان. بعد كده بناخد البرايمر ده بتحطوا برضو منه طبقه خفيفه. دي الخطوه الثالثه، بس انصحكم ان انتوا تحطوها على ضوافر، يعني كل صباع تعملوه تحطوا عليه، وبعد كده تعملوه، بعد كده تحطوا على الصباع التاني، وبعد كده تعملوه. يعني ما تحطوش على الايد كلها مره واحده. وده السوليوشن اللي احنا بنقعد نمسح فيه الفرشه واحنا شغالين. هتشوفوا دلوقتي الخطوات. بعد كده بنجيب البولي جل وبنحط زي كوره صغيره كده على القالب ده اللي احنا هنعمل فيه الشكل اللي احنا عايزينه. وطبعا في منه الوان واشكال، وفي جلاتر، وفي حاجات كتير قوي. وبنبتدي بقى نكبسه كده على الضوافر. في الاول ممكن ان انتوا تكونوا حاطين كميه كبيره زي ما انا عملت دلوقتي، فهيطلع معاكم كتير، بس هيكون سهل جدا ان احنا ننشفه ونشيل الزياده دي. اهم حاجه يكون عندنا مشبك. انا للاسف ما عنديش المشبك اللي هيطلع لكم في الصوره دلوقتي، فاستخدمت توكه. المفروض ان دي المشابك اللي بتستخدم معاه، بس انا مش عندي. بس انا عملت كده ونجحت معايا عادي، مفيش مشكله. بنجيب اي فرشه بقى عندنا هنستخدمها، وهنشيل كل الزيادات دي قبل ما ننشف الضوافر تحت اللمبه. المفروض ان احنا اول ما هنحط الضوافر هيكون ناشف تماما، فعشان كده احنا بننضف كويس عشان ما نضطرش نعمل برد بقى وياخد مننا وقت طويل بعد كده. فاهم حاجه، اي زيادات طلعت ان احنا هنبتدي نشيلها بالفرشه، ونفرد كده من الناحيه التانية اللي جوه دي الشكل اللي احنا عايزينه. واهم حاجه تكون رفيعه ومفروده زي ما انتوا شايفين انا بعملها كده، علشان ما تضطروش ان انتوا تبردوا. احنا عندنا فرصه دلوقتي ان هو لسه طري ونقدر نتحكم فيه بسهوله. بس اهم حاجه تنضفوا حوالين الضفر كويس، وتحاولوا تعملوا الشكل اللي انتوا عايزينه على قد ما تقدروا بالفرشه. ما بين كل خطوة وخطوة بنحط الفرشة في المحلول اللي بيجي معاها علشان ما تلزقش مع الجل او اللي هو البولي جل اللي احنا شغالين بيه. زي ما انتم شايفين كده انا بتأكد ان هو نضيف تماما، وبعد كده بحطه تحت اللمبة علشان ينشف. هنا معلش كان ضافر تاني لان الحتة الاولانية ما اتصورتش، بس بنشيل الفورمة بالشكل ده وبتلاقوا الضافر كده ناشف وجامد وشكله ناعم وممتاز، ومش محتاج اي حاجه غير ان احنا بس نظبط الحواف بتاعته. او لو حسيتوا ان الطول طويل قوي ممكن تقصوه بالقصافه عادي وتقصروه زي ما انتوا عايزين. بصوا السهوله، بجد سهل جدا. بعد كده برضو زي نفس الطريقة دي احنا خدنا الكورة، وبعدين بنضغط عليها بالفورمة دي، وبعدين بنحط المشبك ونبتدي نسويها من جوه اهم حاجة، ونساوي الاطراف ونشيل اي زيادات. يكون جنبنا منديل بنمسح فيه الفرشة او البول.
وطريقته سهله زي ما قلت لكم. انا مجريه الفيديو جدا علشان مش عايزه اضيع وقتكم، بس لو انت هتعمليها تقدري ترجعي الفيديو اكتر من مره وتشوفيه. ولو عايزين انا اعمل لكم فيديو تاني اقول لكم بقى الخطوات بالراحه كده ونركز مع بعض، مفيش مشكله. هنا بيتقص بالقصافه زي ما انتم شايفين، بتسهل بسهوله قوي. لو حابين تقصروا او تعملوا اي حاجه بعد شويه مفيش مشكله، يعني ما بيبقاش جامد قوي زي الاكريليك. وهي دي بصراحه ميزته. انا ما بحبش الاكريليك لانه بيأذي الضوافر جدا جدا وبيبقى صعب يتشال بعد كده. بعد كده بنجيب توب كوت عادي جدا، بس ده بتاع اليو في او بتاع الجل، يعني بيتحط وبينشف تحت اللمبه برضو. فبنحط طبقه كده عادي وبنحط ايدينا في اللمبه 30 ثانيه او خليها دقيقه احسن، وبيطلع بيلمع وشكله تحفه زي ما انتم شايفين. تقدروا بقى تعملوا اي ديزاين انتوا عايزينه. انا هكمل بقيه الايد، وفي خلال ان وانا بكمل كده هقول لكم بقى على مميزات البولي جل ده عن الاكريليك وعن الجل. اول ميزه انا بالنسبه لي بصراحه ان هو ما بيأذيش الضوافر، بيتشال بسهوله، يعني تقدري ان انت بعد كام يوم تشيليه عادي. بيديكوا نفس الشكل بتاع الجل بجمال الجل اللي كلنا بنحبه، بس كلنا بنكره لما بيطول ويبقى شكله وحش، او نضطر ان احنا كل شويه نروح الصالون عشان نعدله، وبياخد مجهود ووقت وبيبهدل الايد. بتبقي عايزه تشيليه لو انت مش عايزه تحطي فترات طويله وعايزه تحطيه عشان مناسبه، فبيبهدل الدنيا بصراحه وهو بيتشال وبيأذي الضوافر جدا. لكن ده شيله سهل، وفي نفس الوقت بيديكوا نفس الشكل الحلو الناعم ده، وتقدروا تعملوا منه الديزاين اللي انتوا حابينه. بيتبرد بسهوله، بتغيري في شكله براحتك. بصراحه مميزاته كتيره جدا. لو انت مش بتحبي العيوب اللي هي في الجل اللي هي بتأذي الضوافر وبيبقى صعب ان هو يتشال، بنحطه خلاص بنلبس فيه بقى، حتى مش عارفين نصلي في وقت طويل بسببه وكده. فدي حلوه تعمليها وتشيليها بعد كام يوم وخلاص. وبصراحه الايد كلها مثلا ما خدتش معايا حوالي نص ساعه، وكل ما انت هتتمرسي فيه وهتبقي عملتيه اكتر من مره هيبقى سهل قوي قوي عليكي. والادوات بتاعته زي ما قلت لكم رخيصه ومتوفره في كل حته، في شي ان وفي امازون وفي كل حاجه. اكتبوا بولي جل كيت ويطلع لكم الكيت كامله زي ما انتم شايفين. مفيش اسهل من كده، وشكله بجد تحفة. انا هعمل لكم في مرة تانية فيديو تاني بديزاين تاني علشان تشوفوا الشكل اكتر من مرة. بعد شوية هوريكم ايه الحاجات او الصعوبات اللي ممكن تقابلكم. هي اول صعوبة ان انت ممكن تكوني حاطة كتير وتاخدي وقت شوية وانت بتشيلي الزيادات وبتفرديه، بس مجرد ما هتكملي كام صباع في ايدك هتلاقي نفسك خلاص بقيتي متمرسة فيه. بصوا بتتشال الطبقة من عليه بسهولة جدا، اللي هي الضفر ده اللي بيتحط عليه، وبيطلع شكله بيرفكت بصراحة. هنا قابلتني مشكله ان هو اتكسر شويه من الجنب، فالمشكله دي سهله قوي. بتاخدي حته صغيره كده بالفرشه وتبتدي تحطيها تاني على الاماكن اللي هي ممكن تتكسر دي او تحسي ان هي ضعيفه، وتفرديها بمنتهى السهوله. بس اهم حاجه تحطي الفرشه كل شويه في المحلول اللي انتي بتمسحي فيه الفرشه علشان تبقى سهله معاكي يعني وما يلزقش. فتعملي الجوانب دي علشان دي اكبر مشكله ممكن تقابلك، ان هو ممكن يتكسر منك على طول. فاما بتحطي في الحته اللي بتتكسر منها الضفر دي بيقعد كتير جدا وبيبقى شكله مظبوط وبيبقى قوي اكتر. فده اللي انا عملته، حطيت في الحواف حته جل صغيره وفردتها كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هحطها تحت اللمبه هتنشف وخلاص، يعني بمنتهى السهوله. برضو انصحكم ان انتوا تحطوها في اللمبه وقت طويل شويه، يعني ممكن دقيقه مش 30 ثانيه. هو ريكومندد 30 ثانيه، بس الدقيقه بتديكوا سيكيورتي اكتر وبيقويها اكتر. بعد كده بنحط التوب كوت، وتقدروا تعملوا بقى كل الديزاينات اللي في بالكم فرنش، تقدروا تعملوا حاجات كتير قوي. بعد كده الخطوه الثامنه ان احنا بنحط بس كده حاجه سوليوشن بيجي علشان نمسح لو في طبقه بتلزق من اليو في او حاجه. وبعدين بنحط اويل حوالين الضوافر علشان الجلد يطرى كده والايد تبقى شكلها احسن. وبس يعني بصوا بمنتهى السهولة وجميل وشكله تحفة. انا عجبني جدا جدا، وهعمل لكم فيديو تاني زي ما قلت لكم بديزاينات مختلفة علشان تشوفوا وتقرروا بنفسكم. بصراحة يستاهل التجربة وحاجة جميلة قوي. والخطوه الاخيره حبيت احطها لكم ان احنا بنمسح بنفس السوليوشن اللي احنا بنمسح بيه الاكريليك من على الفرشه ده اللي بيبقى معانا، بنمسح بيه كل الادوات عشان تفضل نظيفه وشكلها حلو. بصوا الفرق بين الايدين بجد، يعني شكله زي الجل والاكريليك ولكن المجهود بتاعه اقل وما بياخدش وقت. تعمليه في البيت، بيوفر فلوس، حاجات كتيره قوي، ليه مميزات كتير. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا اتبسطتوا، واشوفكم الفيديو الجاي.